مدونا ايديكم خلينا نسوي شيء مع بعض. يعني انا مش طالب منكم مصاري ولا طالب منكم، هذا مجهود دولة. انا قاعد بشتغله شخصي، بشتغله حسابي وحساب وقتي وحساب بيتي وحساب اولادي وعيلتي وكل شيء وحساب صحتي. فيا اخوان بتمنى انه حدا بس عنده ضمير بس يوصل الرسالة. احنا مليون مرة نشدنا وصلوا لسيدنا سيد البلاد ما حدا موصل له، بس والله لو انه واحد مغرزة معاه سيارة بالشارع بتوصلوها، تعال خلينا نسوي سيارة غرزة بالشارع، بس موضوع امن استراتيجي وامن بقاء ما حدا موصلها. ليش في بيني وبينكم شغلة شخصية؟ خلينا نشتغل مع البلد، نحط ايدنا بيد بعض. هي بلشنا بهالمشروع هذا، بلشته لوطن، بلشته لأمة. بدي اياكم توقفوا معي يا عمي. انا بقول لك يا عمي، اللي بمشي لي بخطوه بمشي له خطوتين، انا امشي لكم 50 خطوه، مشوا لي خطوه واحده بس. حاب احكي للشعب الاردني ولحكومتنا المبجله ايش صار معي في سفره ايران وتركيا، وللاسف ما قدرنا نكمل طاجكستان واوزبكستان لظروف صحيه. اكتشفنا انه الحصار الحقيقي هو بلدنا مش عندهم. لما رحت سويت جوله في كل انحاء طهران وايران ومحافظاتها، كان عندهم كم هائل جدا من البذور وموضوع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، وكان عندهم إمكانيات عالية جدا. وهذا كانت الصدمة بالنسبة لي، إنه دولة محاصرة من 40 سنة كيف عندها كل هالإمكانيات وكل هالبذور. فطلع إنه كل دولة بتتحاصر طلع من مصلحتها. فاليوم حاصرونا من زمان، وكان وضعنا كان زي وضعهم موضوع الغذاء. الناس كلها شعبعانة، الناس لا عندها أمراض، صحتها قوية، عدد المواليد عندهم عالي جدا، ما عندهم مشكلة بالمواليد زي ما احنا عندنا في الأردن، واحنا بنعرف شو عندنا مشكلة بهذا الموضوع بالذات. فيا اخوان، الحكومة الإيرانية استقبلتني على أعلى المستويات في إيران، وطلبوا مني إنه أسوي مشروع في إيران. طرحت عليهم الفكرة بوزارة الزراعة، وأخذوني خلوني أقابل أعلى المستويات اللي ممكن، من رئيس الدولة لحديت أحمد نجات اللي هو رئيس الجمهورية السابق، أحمد نجات اللي هو مسؤول عن موضوع الملف الغذائي والتصنيع والتطوير والتكنولوجيا. فكان طرحه علينا للأسف الشديد والصدمة إنه اعمل مشروع عندنا بإيران وبندعمك في كل السبل المادية واللوجستية والمعنوية والأيدي العاملة، وكل شيء بتتخيله سويه وبعدين انطلق للبلاد الثانية. فكان ردي إنه أنا طموحي لكل البلاد الإسلامية، ولكن أنا أمنيتي أبلشه في مسقط رأسي اللي هي الأردن، بلدي اللي ما في مسؤول فيها ناداني، بلدي اللي ما في مسؤول قال تعال يا ابن الحلال تعال شو ممكن نسوي للبلد، بلدي اللي حاربتني ووقفت مشروعي وأخرتنا وأخرت كل الموسم، راح علينا موسم الشتوي بسبب التأخير اللي أخرونا إياه بالرخص والتراخيص والموافقات والكذا. ولحد الآن أنا بعاني بموافقات في وزارة الزراعة، بس إن شاء الله الأمور إنها بتمشي، بس ولا مسؤول نادى. وبلد عليها حصار ومش لاقين حدا يدخل عليهم بذرة. قالوا تعال نسوي لك إياه عندنا ببلدنا ونعطيك أراضي وعلماء وخبراء، بس شغلتك اجمع لنا بذور وجيبها لبلدنا وإحنا بنزيدها وبنكثفها وكذا. وفوق هذا أخذوا الفكرة وجمعوني مع كل المهندسين لما طرحت الفكرة، شو الحرب الجاية الغذائية والأمن الغذائي، وشو فايدة أي دولة في العالم إذا بتمتلك هاي البذور الأصيلة وتكون عندهم أمهات وتكون عندهم أصول، شو فايدتها وكيف راح تسيطر على اقتصاد الدول الثانية وعلى مصير دول ثانية، راح تكون يعني دولة استراتيجية حتى لو كان حجمها صغير. وأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد، رغم أنه أنا موضوعي طرحته لكل المسؤولين في الأردن. ما حد قال لي شلونك، ما حد قال لي شو بدك. اللهم الجهة الأمنية اللي احنا قلنا كل مرة بنقولها هي اللي دعمتنا، بس هي مش اختصاصها، ما بتعرف هالقصة. يعني احنا دعمونا دعم لوجستي بس مش ضمن صلاحياتهم ولا ضمن معرفتهم ولا ضمن إمكانياتهم. فاللي أنا بقوله يا دولة بشر الخصامنة، يا كل واحد بخاف الله بهالبلد، لكل مسؤول بخاف، اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في البلد. احنا اللي كنا نقول احنا بلد اول وحده طلعت من موضوع كورونا، هي احنا اكثر دوله متورطه موضوع كورونا وقاعدين بنموت الناس اقتصاديا. الكورونا بتموت شخص في العيله، بتموت اثنين، بس انتم قاعدين بالحصار الاقتصادي اللي بتسووه على الناس وتجويع الناس هذا بالطريقه هاي، انت قاعد بتموت مئات الالاف من العائلات وبتذبح مئات الالاف من العائلات وبتدمر اقتصاد دوله
وانت عارف المحل اللي بيسكر في الاردن او المصلحه اللي بتسكر في الاردن او المنشاه اللي بتسكر بالاردن ما عاد يقدر يفتح، لانه ما في حل يرجع يفتح ثاني مره، لانه كان ملزق حاله تلزيق يا دوب يمشي حاله. يا اخوان اطلعوا برا، شوفوا شو الناس بتسوي، شوفوا شو بتركيا شو بيسووا، شوفوا شو بايران بيسووا. فهمتوا علي كيف؟ انا لما ما بحز ببالي لما اروح على دوله محاصره اقتصاديا وعليها حصار وكل لعنه ربنا عليهم نازله من كل العالم، يوقفوا معي ويقول شو بدك دعم. في انواع بذور قال يا عمي خذ روسنا بس ما تاخذها، ما بنطلعها برا البلد. ما خليت مسؤول فيهم الا عشان اطلع طن بذور زعفران. اخر شيء سمحوا لي، وهذا بواسطه احمد نجاة، وانه الزلمه انه انا بشتغل مشروع قومي واسلامي واممي وبقاء امه، وافق لي على 500 كيلو بذور، 500 كيلو بذور زعفران مطلوع الروح، ومش النخب الاول تاعهم، لا نخب ثاني، بس وافق لي اني اطالعه. اذا طلعوا الناس كيف بتحافظ على بذورها وبتحافظ على بقائها. نوع شجر الصنوبر، جيت ابوس ايديهم اقول لهم بس مشان الله اعطوني 10,000 شجره، قالوا لي بنعطيك شجره. اذا يا اخوان كل الناس، كل الدول، كل خلينا نحكي كل القوميات في العالم بتحافظ على الاشياء الاصيله، الا احنا الاشياء بشرنا الشيء الاصيل قاعدين بنهجره برا البلد، قاعدين نتعب وقاعدين نهلك وقاعدين نستنزف وقاعدين ناخذ شبابه وطاقته وحياته تعبه وجهده وبنهجره. هم شجره مش راضيين يهجروها، شجره مش راضيين يهجروها برا بلدهم، واحنا قاعدين بنهجر شبابنا ومستقبلنا وامكانياتنا. بذورنا وين راحت؟ اشجارنا وين راحت؟ شعبنا وين راح؟ العقول اللي عندنا وين راحوا؟ الاقتصاديين وين راحوا؟ الرأسماليين وين راحوا؟ العلماء اللي عندنا وين راحوا؟ كله هجر. هم شجره ما رضوا يهجروا لنا اياها، يجيبوا لنا اياها، ويقول لك لا بكره هاي بتزيد وبتصير انت تاثر على بيعها في ايران وكذا. اذا الشعوب كلها صاحي لهذا الموضوع الا احنا. فاحنا بنسوق الله عليكم، شو بدكم نسوق عليكم؟ ايش اكثر من رب العالمين؟ نقول لكم بجاه الله، بجاه محمد، بجاه اللي جاء عند رب العالمين. مين نقول لكم كمان؟ الملك صار له اول امبارح طلع فيديو قال لك الامن الغذائي ضروره قصوى، صار له اسبوع شهرين ثلاثه كل يوم بقول لكم الامن الغذائي ضروره قصوى. طيب ايش سويتوا ضروره قصوى؟ قاعدين مسوين حمله وزاره الزراعه بدكم تشجروا الغابات حرجي؟ يا زلمه اتقوا الله يا اخوان، اصحوا يا اولاد الناس. احنا مهما صار في بلدنا بس ما نموت جوع. انت قاعدين محلات امشوا في كل عمان صارت عباره عن منطقة مهجورة، قرية موحشة، محلات كلها للبيع، محلات كلها للإيجار، كله الناس وين تروح؟